احسن طريقه تقدري تعملي بيها البسبوسه دايبه مرمله، بجد هتنافسي بيها الحلواني نفسه، طعمها تحفه. نسمي الله ونصلي على الرسول ويلا بينا نعمل الوصفه. عندي هنا نص كيلو من السميد هننزل بيه في بوله، تمام. هننزل عليهم بنص كوبايه من جوز الهند، هنقلبه كويس قوي مع بعض ونبدا نجهز المواد السائله. كوبايه من السمنه مفككاها كده على النار تكون دافيه، كوبايه من الحليب الدافي، كوبايه من السكر. هننزل بقى كده ببوله بالمواد السائله كلها مع بعض، هننزل بالحليب، هننزل بالسمنه، هننزل بالسكر. وطبعا كل ما كان نوع السمنه كويس تاكدي ان انت هتاخدي احلى طعم من البسبوسه. معلقه كبيره من عسل الجلوكوز لو متوفر عندك، مش متوفر هتستخدمي معلقه عسل نحل عادي او معلقه سيرب تقيل، تمام. هنقلبهم بقى كويس قوي، والخطوه دي مهمه جدا لحد ما الخليط يمتزج كده ويكون باللون اللي انت شايفاه ده، ولحد ما يبرد كده معاكي. انا مش عايزاه سخن ابدا ولا عايزاه دافي، انا عايزاه بارد تماما تماما. نتاكد ان كل حاجه دابت كده والسكر داب والعسل الجلوكوز داب. هننزل بيهم بقى كده على السميد ونبدا نقلبهم نخلطهم. البسبوسه مش بتقلب كتير، لو اتقلبت كتير هتعمل معاكي عرق وهتنشف معاكي، واللي بيخلي البسبوسه ناشفه معاكي ان انت بتقلبيها كتير او بتعجنيها كتير. الصينيه بقى مدهونه كويس قوي كده بالسمنه، تمام. وهننزل بقى بالخليط بخبطتين كده على الكوانتر بتاعك علشان يكون حجمها او السطح كله متساوي. وهندخلها على فرن سخن قوي، ما ينفعش تكون درجه الحراره هاديه، الفرن يكون سخن علشان تاخد لون بسرعه وما تنشفش منك. البسبوسه في الفرن هنعمل الشربات لازم يكون سخن، كوبايتين من السكر، كوبايتين من الميه، نرفعهم يغلوا على النار. انا عايزه الشربات خفيف بالشكل اللي انت شايفاه ده. هيغلوا كده حوالي 7-8 دقايق كده والبسبوسه بتاعتنا تكون استوت. هنخرج بقى الشربات، هنخرج البسبوسه وهننزل عليها بالشربات ونسيبها بقى تتشرب. واحلى بسبوسه صدقيني هتقدري تعمليها، مش بتاخد وقت ابدا، سهله ولذيذه وبسيطه وناجحه مليون في الميه. جربيها واكتبوا لي بقى في الكومنتات كده رأيكم. ما شاء الله دايبة ومرملة من اول تجربة بأمر الله. ما ننساش بقى نضغط لايك واستنوني فيديوهات تانية كتيرة، والسلام عليكم.